اخوك احمد لهواني، ليسانس حقوق. من خلال دراستي للحقوق اللي هي واقع القوانين في حياة الناس. متزوج ولا لسه عازب يا يوسف؟ انا ازاي اضمن في هذا الزمن اللي مش مضمون فيه اي حد حق بنتي؟ خلاص الحلقة دي هتفيدك جدا ان شاء الله، يا اما تكمل يا اما هل ابدا اسال نفسي سؤال مثلا، هل انا مؤهل للزواج في الفتره دي وفي الحاله دي ولا لا؟ هل دايما انت ضمنت حق بنتك؟ لا مش ضمنت، انت ضمنت حق نشوز بنت. واحده بتتزوج عشان بتقول لك الزواج سنه الحياه، ما انا بتجوز، اصل الكل بيتجوز. انت قاعد تعملها انها دكتوره، انها عقلها كبير، انت المفروض انت اللي عقلك كبير. منهمره في البكاء وقالت لي ايوه يا شيخ انا عايزاه يعاملني كاني عبيطه. مثلا تلاقي اخ يقول لي انا قلت لها الموضوع مرتين ما فهمتش. طب مش ممكن تقول لها الثالثه؟ مش ممكن تتعب نفسك وتجيب كمان مره رابعه؟ يعني ايه يا عم، هم تحملهم ضعيف، ويعني اتعامل معاهم كده. يعني بتلاقي شاب من دول جاي لي في مشكله، هو تزوج وزوجته بقت حامل وجاي يقول لي انا مش عايزها. هقول لك اللي بيتقال عليها فينا سيد. الله ينور عليك، عليها فينا سيد. انا بخليهم يلاقوا بيه. ممكن على تطبيق عند حضرتك بقى تعمل لنا سيكشن كده. تخيل اخ ما قاعد زوجته وبيسمعوا مصارعه المحترفين، وتيجي الزوجه كده قاعده جرايه يا راجل، انت مالك مسلوع كده، فهي هتشوفه ازاي؟ ما هي لازم تزهد فيه. معظم شاب بيتجوز مش فاهم يعني ايه التعامل مع واحده ست، بيتعامل مع الست دي اكنها اخته او والدته، او بيتعامل معاها اكنها صاحبه. القايمه دي حوار 5% من الحوار كله برضه. والله التامين القانوني ده 5% من اللي انا بتكلم فيه. استاذ احمد، يعني صانع تطبيق لتسكنوا اليها، تلاقيهم في بلاد الريف الى الان لسه عندنا عيب تتزوج. ما دي مصيبه في بلاد الريف. سمعت ان في اندونيسيات في التطبيق. بتغوينا كده. هل انت من النوع ده ولا ايه؟ لسه ما عملناش حاجه. هي مش هتسمع البودكاست ده؟ طيب. ده البوست جاب مليون تقريبا. صبحي السوري. صبحي اخ سوري، قصه تانية صبحي اخ سوري. صبحي من اولى الحملات اللي حضرتك بدات بيها حمله الغاء القايمه، فازاي بتقول الغي قايمه؟ اضمن حق بنتي ازاي؟ احنا دوله فقيره ومع ذلك احنا بنجوز اغنى من امريكا ومن اوروبا. اللي كان معايا البريطاني استغرب في البودكاست، بيقول لي ده ما بيحصلش معانا في بريطانيا، في استوديو بنتجوز. خلاص انا الشباب المصريين يا اخي يوسف لما بيسافروا المانيا بيدرسوا ويجوز واحده من هناك المانيه، بيجوزها بالمصاريف اللي ابوه مديها له. طب هل دلوقتي الزنا عندنا بقى منتشر زي اوروبا؟ واكتر.